السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي طلبة الصف الرابع الابتدائي، هنذاكر النهاردة مادة الرياضة مع بعض عشان نسهل على أولادنا المذاكرة. أربعة. هنقول كده بسم الله مقارنة الكسور. هنجيب كده ورقة وقلم ونذاكر مع بعض. هنقول مقارنة الكسور. مقارنة الكسور أول درس بيجي عليه الأسئلة إزاي. بتيجي الأول طبعا ضع أكبر من وأصغر من أو يساوي. أول مثال معانا طبعا هنقول مثلا 5/7، هنقول أكبر من ولا أصغر 3/7. المقامات هنا متساوية مع بعض، على طول نبص للبسط نشوف أنهي أكبر. طبعا 5 أكبر من 3، نعمل علامة أكبر من. طب ممكن يجيلنا في هيئة مثلا أشكال الدايرة أهي كده، ده طبعا النص بتاعنا أهو كده، هتبقى نص. وهنا الدايرة مقسومة ل4 أقسام، هتبقى إيه هنا الربع. طبعا النص أكبر ولا الربع؟ طبعا من الشكل كمان اللي قدامنا هنلاقي إن النص هو الأكبر. مثال تاني، الخمس أو 1/5 ولا 1/8. طبعا طالما المقام هنا ندور على الصغير، البسط متساوي، المقام هو اللي مختلف، هندور على الصغير يبقى هو الكبير. خلاص هنبتدي طبعا تاني. أبسط المقامين المختلفين، البسط والمقامين المختلفين. البسط والمقام مختلفين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني البسط والمقام لما يكونوا مختلفين نشوف هنعمل ايه. احنا عرفنا هنا طبعا لما يكون البسط متساوي نشوف المقام بتاعنا فين الصغير، يبقى هو ده اللي نعمل عليه علامة الأكبر منه. طيب لما نيجي هنا نقول مثلا 2/4 أكبر من أو أصغر 1/6. نشوف الموضوع ده، هنشوف مين الأكبر ولا الأصغر. طبعا هنا البسط مختلف والمقام كمان مختلف، يبقى في الحالة دي هنعمل ايه؟ هنعمل علامة المقص كده كده اهو. هنضرب 2 في 6 بكام؟ ب12. طب 4 في 1 ب4. وطبعا احنا ابتدينا هنا بالاتنين، يبقى الاتنين في 6 هنكتبهم جنب الاتنين هتبقى 12. وهنا 4 في 1 ب4، يبقى طبعا ال12 أكبر ولا ال4؟ هتبقى ال12 أكبر طبعا، هتبقى الاتنين على ال4 أكبر. نعمل واحدة تانية. طب لما يكون البسط هو المختلف لكن المقام، لما يكون البسط مختلف والمقام هو ايه اللي متشابه، مثلا هنعمل 9/25 أكبر من ولا أصغر 3/25. في الحالة دي هنشوف هنا طبعا قد بعض. ال9 وهنا ال3، أنهي الأكبر؟ طبعا ال9. خلاص كده هنعمل مثال تاني كده مقارب ليه. ال9 طبعا هنا الأكبر، تبقى طبعا هنا ال9. طيب لما يكون عدد صحيح ومعاه كسر، يعني مثلا 7/2/3 أكبر ولا أصغر من 5/1/3؟
هنا في الحالة دي طالما فيه رقم صحيح وهنا فيه رقم صحيح هنبص على أنهي الأكبر. في الحالة دي ما بنبصش خالص على الكسور. السبعة أكبر عدد صحيح ولا الخمسة؟ طبعا السبعة، يبقى السبعة هنا أكبر. طيب عندي 2/7 وهنا 3/4، أنهي الأكبر؟ احنا اتفقنا البسط والمقام مختلفين، يبقى هنعمل ايه؟ هنعمل علامة المقص. هنضرب هنا، هنضرب البسط من هنا والمقام من الناحية التانية. 2/4 ب8، يبقى ده كله بيساوي 8 معانا اهو. وهنا 7/3 طبعا ب21، يبقى ال8 أكبر ولا ال21؟ ال21. خلاص هندخل في مسألة تانية. خلاص ده كده خلاص الايه، علامة المقارنة صح، أكبر من أو أصغر من أو يساوي. هندخل في سؤال تاني، رتب تصاعديا. كل ده في الدرس الأول اللي هو الكسور. هنيجي هنا 5/8، 1 3/8 أو 7/8. زي ما احنا شايفين كله 8 8 8. وطبعا الواحد الصحيح هنا معلومة أو 8/8 بتساوي 1. يبقى هنا الواحد ده بيساوي كام؟ بيساوي كده 8/8. يبقى كله هنا المقام 8 8 8 8. واتفقنا هنا فوق لما يكون المقامات متساوية يبقى البسط هنا بنشوف الأكبر منه. طب احنا عايزين ترتيب تصاعدي، يعني هنبتدي من الصغير. الترتيب التصاعدي هنا عن الصغير، يعني هنقول ايه؟ يبقى 3/8 أول حاجة، 3/8 بعديها 5/8 وهكذا، 7/8 وبعد كده 8/8. خلاص دي المسألة الترتيب التصاعدي. طيب في ترتيب تاني برضو لما يكون المقام مختلف. عندنا 3/5 و7/15 و2/3. عايزين ترتيب تصاعدي برضو. هنرتب ازاي؟ هنقول هنا 3/5 هنعمل ايه فيها هنا بقى في المقام المختلف؟ هنقول هنضرب 3/5، يا اما هنضرب في 3 يا اما على 5. هنبتدي كده واحدة واحدة. 3 هنضربها في 3 وال3 هنا برضو هنضربها في 3. هتبقى 3 في 3 ب9 و5 في 3 15. وهنعمل ايه التانية برضو ده كله عشان نعرف انهي الاصغر وانهي الاكبر. هتبقى المجموع هنا كام؟ 9/15. طيب احنا عايزين هنا كله دي هنا 15. عايزين نوحد المقامات. نوحد المقامات ازاي؟ بدي بضرب كله في 3. 3 في 3. طيب الاتنين هنا 7/15 هنعملها ازاي؟ 7/15 زي ما هي، مش احنا قلنا هنا 15 اهي، 15 و15. طيب الاتنين على 3 دي هنعملها ازاي؟ 2/3 هنضرب في ايه عشان يدينا المقام 15؟ هنضرب في 5 وهكذا هنضرب اللي فوق برضو في 5. هتبقى هنا 2 في 5 ب10 و3 في 5 ب15. هتبقى معانا 9/15 7/15 وهتبقى معانا آخر واحدة 10/15. ال10 على ال3 دول بقى هي بقت أصل المسألة دي. أصل المسألة دي بتاعتنا أهي لما وحدنا المقامات. هنقول بقى هنا الترتيب بقى الحل بتاعنا المقامات كلها متشابهة. انهي بقى الكبير؟
الكبير العشرة، هتبقى 10 على 15. وبعد كده 9. انهي الكبير؟ احنا عايزين هنا ده الترتيب تنازلي، ده الترتيب تنازليا، ده الترتيب ايه؟ تنازلي. هتبقى 10 على 15، 9 على 15، 7 على 15. تنازليا يعني بننزل. خلاص كده ده ايه الترتيب معانا. اي طبعا عدد صحيح زي ما اتفقنا هنجيب طيب ارقام بتساوي بعض هنا كده زي ما اتفقنا. 9 على 3 اكبر ولا اصغر؟ 3 على 1 زي ما اتفقنا مختلفين، هنضرب 9 في 1 ب9، 3 في 3 ب9، يبقى هنا الحالة دي ايه؟ بتساوي. خلاص يا جماعة. طيب اي عدد صحيح على نفسه زي ما احنا قلنا، اي عدد على نفسه بتساوي ايه؟ 1. المعلومة دي مهمة جدا لازم نعرفها. يعني مثلا 6 على 6 بتساوي 1 وهكذا. هندخل في موضوع تاني اللي هو جمع الكسور والطرح. جمع الكسور، اولا جمع الكسور هنقول 5 على 9 زائد 1 على 9 بتساوي كام؟ طبعا هنا المقامات متساوية، يبقى هنحط 9 متساوية معاهم. 5 زائد 1 بنجمع عادي، 5 زائد 1 6 بالشكل ده. طيب هنيجي في مسألة تانية. 2 على 3 زائد 1 على 3 بنجمع طبعا المقامات متساوية، خلاص بنحط 3. 2 زائد 1 بيساوي 3. اتفقنا أي رقم على رقم بيساوي إيه؟ على نفسه بيساوي 1. خلاص. طيب لما نيجي نجمع بقى حاجات مختلفة، دي هنجمع الإيه؟ متشابهة، حطينا نفس المقام. طب لما نجمع حاجات مختلفة زي ما عملنا في المقارنات الناحية التانية اهو، بتساوي كام؟ نص زائد 2 على 6. هنعمل كده بالظبط اهو، هنقول 1 بس هنا في حالة الجمع هنضرب 1 في 6 ب6، 2 في 2 ب4. بعد كده هنجمع عادي. هنجمعهم ازاي؟ هنقول 2 زائد اهو، هنضرب في حالة الزائد هنضرب المقام اهو، نعمل كده هنا زائد وهنا اهو زائد. هنضرب هنا 2 في 6 عشان نوحد المقامات، اهم حاجة نوحد المقامات. 2 في 6 ب12، 1 في 6 قلنا هنا 6 و2 في 2 ب4 اهي، يبقى بتساوي كام؟ وحدنا المقامات بقت هنا 12، 6 زائد 4 10. خلاص. طيب هنقول هنا عايزين مسألة ترتيب تصاعديا. ترتيب التصاعديا هنا مثلا عندي المسألة 4 على 5 وهنا 3
وهنا 1/5. هنعملها ازاي؟ ترتيب تصاعدي. طبعا احنا متفقين هنا قلنا احنا قلنا هنا الرقم الصحيح تصاعدي، يعني من الصغير للكبير. طيب احنا هنا عندنا ايه؟ عندنا دي 3. طبعا ال3 دي اكبر رقم صحيح لوحده، ده رقم صحيح لوحده. طب هنا عندنا المقامات متشابهة، يبقى التصاعدي يعني ايه؟ يعني الصغير للكبير. طب فين الصغير ما بينهم؟ طبعا 1/5، وبعدين التصاعدي 4/5، ده الصغير، وبعد كده ده، واخر حاجة طبعا ال3 عشان ده تصاعدي، يعني بنطلع لفوق، يعني بنزود. اديكم مسألة تانية كده بسرعة. يبقى المقامات لما تبقى مختلفة بنقوم بتوحيد المقامات. يبقى المقامات لما تكون مختلفة لازما نوحد المقامات زي ما عملنا هنا. يبقى لازما هنا نوحد المقامات بمسألة تانية هوريها لكم. 2/3 زائد 4/5 يبقى بتساوي كام؟ طب هنا 3 وهنا 5، يبقى هنعمل ايه مع بعض؟ لازما نوحد المقامات، لازما هنضرب. يبقى دي جاتنا مسألة اوجد الحل بتساوي كام؟ لقينا المقامات هنا مختلفة، يبقى هنضرب على طول. هنضرب المقام وهنضرب برضو الطرفين في الوسطين اهو. زائد 3/5 15 اهو. وحدنا المقامات. يبقى اول قاعدة لازما ايه؟ نوحد القاعدة، توحيد المقامات المختلفة. خلاص يا جماعة، دي مهمة قوي. بعد ما وحدنا المقامات بعد كده هنضرب 2/5 ب10، 3/4 ب12، وبعد كده هنقول يساوي. هتساوي كام بقى على طول؟ خلاص بقى المقامات هنا متشابهة، تبقى ال15 هتنزل، هنجمع 10 زائد 12 تبقى 22. خلاص كده يا جماعة